لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا. صلى الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال يا رب العالمين. عن ليلة 20 من الشهر الكريم، يعني مضى ثلثي الشهر. الليلة القادمة هيكون بداية العشر الأوائل التي يعني دعانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلمس ليلة القدر فيها. التمسوها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر. الليلة القادمة ليلة وترية، وهي الليلة الأولى من العشر الأواخر، وهذه الليلة الأخيرة في ثلثي الشهر الكريم، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يتقبل دعواتنا لأهل مصر وللصالحين في كل مكان، وأن يعجل الله سبحانه وتعالى لهم بفرج من عنده وينصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. كنا انتهينا في التقييمات عند الصفة الرابعة من صفات المسلم التي يصنعها فيه الإسلام ويريدها منه الإسلام ويربيها عليها ويحسب المؤمن الكامل بها، وهي تكلمنا عن صفة سليم العقيدة وصحيح العبادة ومتين الخلق، بعد متين الخلق مثقف الفكر. مثقف ليه؟ قضية العلم والفكر كانت الصفة الرابعة. الصفة الخامسة هي صفة مع الآخرين. يعني الصفات الأربعة التي مرت هي كل الصفات بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن صفات بيتعبد بها داخليا بينه وبين الله، وصفات بيتعبد بها بينه وبين البشر مع الله سبحانه وتعالى، ولكن هي تفاعل مع البشر. من ضمن هذه الصفات اللي الإسلام حريص أن يصنعها في المسلم بكل شعائره ويربيها عليها في آيات الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات. وكل من يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة ويفهم السنة قراءة صحيحة هي صفة نافعا لغيره، ليست نافعا لنفسه إنما نافعا لغيره. الإسلام حريص أن المؤمن يكون مصبوغ بهذه الصفة ومصنوع بهذه الصفة ومبني على هذه العقيدة، أن يجهز نفسه ويهيئ نفسه أنه نافع لغيره، وكل موطن يحل فيه لابد أن يحاسب نفسه على هذا الأساس. هل أنا في هذا المكان نافع لغيري ولا أنا أعيش لنفسي؟ في كل مكان ربنا يقيمه فيه، سواء في بلدي أو خارج بلدي، في المسجد أو خارج المسجد، مع مسلمين أو مع غير مسلمين. صفة أساسية في المؤمن أنه نافع لغيره. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المؤمن وصفه بالنخلة، والنخلة عظيمة في ارتفاعها، شامخة، تعطي معنى الشموخ والعلو والارتفاع، وفي نفس الوقت مثمرة منتجة نافعة، وما فيها شيء إلا وينتفع به. النخلة بكل ترتيبها من جذرها حتى ورقها ليس نفعها فقط في التمر الذي يخرج منها، إنما نفعها في كل تركيبة النخلة. أي شيء في النخلة ينتفع به. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن إنه مثل النخلة، أي شيء فيه بينتفع به، كلامه، نظراته، مواقفه، مبادئه، قراراته، ماله، أي شيء. كل شيء في المسلم هو نافع، كما أن كل شيء في النخلة هو نافع. المسلم كالنخلة يرميها الناس بالحجر وترميهم بالثمر، يعني نافعة حتى مع من يؤذيها، حتى الذي يؤذيها هي تنفعه وإن كان ولا يدري، هي تعود عليه بالنفع، أنهم يرموها بالحجر وهي تمدهم بالتمر والثمر من عندها، يركبون على ظهرها ويصعدون لتعطيهم أيضا الثمر، حتى إذا قطعوها فيها خير لهم. المؤمن هذا وصفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وصف للمؤمن، قال:
مفاتيح للخير مغاليق للشر. المؤمنين في كل مكان هم فيه هم يفتحوا أبواب الخير ويغلقوا أبواب الشر. ولما يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس أو خير الناس، من هم خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يدخل السرور على مؤمن. اللي دخل السرور على الناس هو ده خير الناس في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو رتبنا الناس بالخيرية والدرجات من الأفضل فالأفضل أرقاهم وأعلاهم في الأفضلية الذي يدخل السرور على الناس، يقضي عنه دينا أو يدفع عنه هما أو يطرد عنه جوعا أو هذا الذي يقضي للناس حاجات ويوفر للناس حاجات ويبعد عن الناس أزمات وينشر للناس الخير ويبعد عن الناس الشر، في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس. بل في العبادات نفسها، هذه العبادة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويربي عليها الصحابة الكرام هي أعظم العبادات، عبادة نفع الغير. سيدنا ابن عباس رضوان الله عليه جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الروضة الشريفة، فجاء أحد الناس وكان في رمضان وكان معتكف في العشر الأواخر، وتعلمون أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، ما بالك في رمضان والعمل مضاعف، ما بالك أنه في اعتكاف ويلتمس ليلة القدر، واعتكافه يوم في سبيل الله يباعد الله بينك وبين النار بهذا اليوم كما بين المشرق والمغرب 3 مرات. بينك وبين النار 3 خنادق، يعني كما بين المشرق والمغرب 3 مرات باعتكاف يوم واحد في سبيل الله. ما بالك ان هذا الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الروضة الشريفة وفي رمضان وفي العشر الأواخر ويلتمس ليلة القدر، فهو جالس بيحصل أجور عظيمة جدا جدا، يعني حسنات لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك جاء فرد من الناس لم تذكر الرواية اسمه، واضح ان هو واحد عادي جدا، مش واحد مرموق أو من الرموز أو واحد غني أو واحد من الصحابة المشاهير، واحد عادي لم تذكر الرواية اسمه حتى، وله حاجة، عنده مشكلة، عنده مصلحة عند أحد، له حاجة لم تذكر حتى نوع هذه الحاجة. هل هذه الحاجة دين سيقضيه؟ واحد عامل معاه مشكلة هيصلحها له؟ أي نوع الحاجة؟ المهم أن له حاجة، فجاء لابن عباس ليقضيها له. فقام ابن عباس، هذه الحاجة كانت تقتضي أن ابن عباس يخرج من المسجد، يعني ليست مال سيعطيه له ويبقى في المسجد، لا، تحتاج أن يخرج معاه ويذهب لمكان آخر. تصور بقى سيدنا ابن عباس قاعد بيحصل إيه؟ قاعد جنب الروضة الشريفة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي شهر رمضان وفي العشر الأواخر ومعتكف وصلاته ب1000 صلاة. متصور كل هذه الأجور؟ يعني أي واحد فينا يتمنى يكون في هذا الموقف، ومع ذلك بمجرد ما الرجل قال لي حاجة، فالحاجة تقتضي أن يخرج معاه، قام ابن عباس وخرج معه. فهو على باب المسجد بعض الناس تعجب، ابن عباس بيعمل إيه؟ ده بيقطع اعتكافه، هيترك كل هذه الحسنات عشان يخرج مع راجل عادي من الناس. فقالوا: يا ابن عباس، تترك معتكفك وتخرج مع هذا؟ يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت كده بتضيع يعني أجور الناس بتدفع لها أموال عشان تروح تحصلها. فقال ابن عباس ودمعت عيناه وهو ينظر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب يقول: لأن أقضي حاجة أو لأن أمشي في حاجة لأخي فأقضيها أو لا أقضيها خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يعني أما أخرج سواء قضيتها أو ما قضيتها أمشي فيها، إن نخرج مع أخي وأمشي له في حاجته قضيت أو لم تقضى، خير عندي من إن أنا أعتكف في مسجدي هذا، في مسجد النبي، مش في مسجد بلينسا ولا في مسجدي هذا، خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. شيء ميزان الإسلام كيف بيزن العبادات، عبادة إنك تنفع الآخر أفضل من كل هذه التركيبة من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. وما تدري ماذا سيعطي الله لابن عباس أو لكل من يسعى في مصالح الناس من الأجر أكثر من هذه الأعمال مجتمعة التي كان يحصلها أو يفعلها سيدنا عبد الله بن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أناسا اختصهم بقضاء حوائج الناس، فهي عندهم ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم. الله سبحانه وتعالى يضع نعمه عند الناس ليقضوا بها حاجات الآخرين، ليست لهم. النعم التي يعطيها الله لكل عبد هي للآخرين ليست له.
ليخدم بها الآخرين، فهي عنده ما لم يمل من الناس. فإذا مل من الناس ولم يقضي أو يؤدي زكاة هذه النعمة التي عنده نقلها الله إلى غيرهم. لذلك الغني بيصبح فقير، والقوي بيصبح ضعيف، والشاب بيصبح شيخ، والعزيز بيصبح ذليل، والحاكم بيصبح محكوم، وهكذا تتقلب الدنيا لا تثبت على أحد، وهي لها قانون من ضمن قوانينها: من لم يؤدي زكاة النعمة سحبت منه. عندنا نعم، اللي ما يؤدي النعمة ليست نعمة المال فقط. النبي قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مال فصدقته من ماله، ومن كان عنده علم فصدقته من علمه، ومن كان عنده وقت فصدقته من وقته. وعدد النبي نعما صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن: وفي الجاه زكاة. الجاه إن هو يكون مرموق بين الناس، مشهور، مسموع الكلمة، مؤثر، هذا الجاه له زكاة. هذه الزكاة، وإلا سحبت منه. والآن جاه والناس تطوف حول ركابه، ممكن ربنا يسحب منه هذا الجاه غدا ويصبح ذليل ولا يلجأ إليه أحد من الناس ولا يلقون عليه حتى السلام. والله سبحانه وتعالى في أمر من أوامره في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعمم كلمة الخير، قال وافعلوا الخير. إيه نوع الخير؟ أي خير. لذلك يعني قبل ما نتكلم عن تقييم هذه الصفة، صفة نافع لغيره، كيف تقاس؟ نثبت نقطتين فقط وأختم بهم. النقطة الأولى: إن نافع لغيره، النفع درجات والنفع أنواع. النفع درجات، يعني اللي هينفع فرد مش مثل اللي هينفع قرية، مش مثل اللي هينفع دولة، وليس مثل من يقدم نفعا للبشرية كلها. في الدرجات والحسنات هو درجات هكذا. في واحد ربنا سبحانه وتعالى يستعمله إن يخدم 10 من الناس، إنما في واحد ربنا بيستعمله إن يخدم مدينة بالكامل، وفي واحد ربنا بيستعمله إن يخدم ممكن أمة بالكامل. والخير اللي هو يقدمه، لأن الخير اللي هيقدمه مش فقط فلوس، ممكن ينفع أمة وبشرية بالكامل. فهو درجات، فعلى حسب ما كان الخير متعدي لعدد أكثر هيكون الأجر أكثر. كل ما كان الخير اللي بيقدمه، لذلك الصدقة الجارية خير من الصدقة المنقطعة. الصدقة المنقطعة اللي بيؤديها وقتيا هذه، إنما الصدقة الجارية هي التي تثبت في بناء أو مؤسسة أو شيء ثابت يبقى مدة من الزمن يدر خيرا على الناس. هذه أنفع في الإسلام وأفضل في الإسلام من الصدقة المنقطعة. لذلك النافع لغيره درجات، وأيضا النافع لغيره أنواع. أنواع كيف؟ إحنا دايما لما بنسمع صفة إن المسلم يعيش لغيره بنفهمها، أو الكثير بيفهمها على المعنى الضيق اللي هو الصدقات المادية أو الأموال. إن نافع لغيره هو اللي يدفع الناس بالفلوس ويقضي عنهم الديون، واللي محتاج يديله ويتصدق بأمواله. كتير مننا بيحصرها في المعنى ده. لا، دي أقل حاجات الناس، دي أقل الحاجات. في حاجة أعظم من هذه الحاجات جميعا، وهي حاجة الهداية. إن أقضي للناس حاجتهم الدينية، حاجتهم في فكرهم وهويتهم، وإن كانوا لا يفهمون، وإن كانوا لا يدركون أن هذه أولى لهم من بطونهم. يعني أنا أحسب وإحنا بنتكلم عن نافع لغيره، من هم في ربع العدوية الآن؟ يا رب احميهم واحفظهم وانصرهم يا رب العالمين. ومن هم في ميدان النهضة وإخوانهم على شاكلتهم في باقي الميادين، الذين يقدمون كل يوم دماء من خيرة الناس، حفظ لكتاب الله، أساتذة، جامعيون، أئمة وخطباء، مهندسين، دكاترة، صيادلة. هذه الشهداء اللي بيموتوا كل يوم، ناس من خيرة الناس في التربية والعلم والمكانة، وكل يوم بيقدموا هذه التضحيات. لماذا؟ لنفع الغير. هو يقدم صفة ربنا عليها الإسلام إنها صفة نافع لغيره، حتى لو كان غير هذا في نظر البعض لا يستحق. أحد الناس بيقول لي مرة، بيقول لي هذا الشعب لا يستحق أن يضحى من أجله. شعب اللي يصدق هذا الإعلام الكاذب ويجلس أمامه ما يستحقش أن حد يضحي من أجله. لا، الإسلام ربنا على معنى تاني: افعل الخير لأهله ولغير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. أنت أهل للخير، إنك تفعل الخير. والله الخير ده عاد على من يستحقه أو من لا يستحقه، إحنا مأمورين نعمله.
أنا أحسب أن هؤلاء الناس يقدمون نفعا الآن، يحققون صفة نافعا لغيره. هي بالدم صحيح، بيدفعوا لها ثمن دم، مش شوية دريهمات بتدفع من الجيوب، لا، بس بيثبتوا للعالم إن المسلمين والمصريين وإخوانهم المسلمين أصحاب الحق في كل مكان يفهمون هذه الصفة بأوسع كثير جدا مما يفهمها البعض. بيفهموها على إن ما يقدموه الآن نفع للبشرية كلها، إن هم الآن في معسكر حق ولو قل أهله يواجه معسكر الباطل ولو كثر أهله في الدنيا كلها، اللي بتتزعمهم أمريكا الآن ومعلنة عن ذلك، وتقود الدنيا كلها لقتل ربع العدوية. مسألة بقى صارت كل الوضوح، تجيش وتقود وتدعم وتأتي بكل أجياشها وأقطابها وأحلاسها وزبالتها من كل العالم علشان تقضي على الحفنة القليلة اللي موجودة. والحفنة القليلة اللي موجودة متربية على صفة نافع لغير اللي بنتكلم عنها اليوم. إن لو حتى أبدنا جميعا، ليه يستحمل هذه الإبادة؟ واحد منهم امبارح بيعلق يقول نحن ننتظر الآن آخر ورقة عندهم الرصاص المصبوب الذي نزل على غزة. ما عادش عندهم أوراق تانية، يعني كل اللي عملوه ما عادش. واحد وزير من الوزراء امبارح يشير عليهم، قال لهم اقطعوا عنهم الماء والكهرباء والمؤن وسيستسلمون، زي ما قال أبو الحكم أبو جهل، يعني يلا نحاصر أهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في شعب أبي طالب، فلا حد يتجوز منهم ولا تبيعون لهم ولا تشترون منهم ولا تؤكلوهم ولا تشاربوهم، مقاطعة اجتماعية اقتصادية معاملاتية زواجية، كل من كل النواحي قاطعوهم. وفشل، وقطعوهم قد ايه 3 سنين وفشل، لم يستطيعوا، لأن العقيدة تصمد أمام كل هذا. يقول لهم إلا لا دي قطعوهم وهم يزل. ليه؟ لأن فشل الحل الأمني بالسلاح. قتلوا منهم قرابة 300 واحد، والعدد قابل للزيادة، وقرابة 5000 مصاب، والعدد قابل للزيادة، وصامدين يا أخي، وبيزيد العدد في الميدان يا أخي. خلاص قالوا إحنا ما عادش أمامهم غير حل واحد فقط، الرصاص المصبوب بتاع غزة. ما هو دخلوا بالدبابات بتوع غزة، نسفوا لهم الدبابات، ما يقدروش يدخلوا. الضعاف اللي في غزة هزموا سلاح أمريكا ومن معها، اتهزموا واتذلوا تحت أقدام وأحذية أهل غزة، اتذلوا، ما يقدروا يدخلوا غزة الضعيفة، فما عادش أمامهم غير السماء. جم من السماء وبرضه اتهزموا. أصل فيه مالك للسماء هو اللي مالك للأرض، الله سبحانه وتعالى، ويهزمهم إن شاء الله رب العالمين. بس هم الآن يقدمون نافعا لغيره، مش على مستوى قرية ولا دولة، لا، ده بيقدمون نافعا لغيره على مستوى الكرة الأرضية كلها. إن ثباتهم ونجاحهم إن شاء الله رب العالمين، الكرة ما بتفضلش طالعة لفوق على طول، ده بتطلع على مستوى معين وهتوصل لقمة الجبل وتتدحرج. خلي بالك، هي طلعتها بتكون ضعيفة مش قوية ولا حاجة، دحرجتها من فوق الجبل هتكون سريعة جدا. ساعة ما هتطلع على قمة الجبل وتتدحرج هتكنس أمامها كل الزبالة، لمزبلة التاريخ، كل الزبالة، من هم في الرموز والشاشات والصف الأول وقيادات دولها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريبة جدا تحت أقدام وأحذية أهل ربعة وإخوانهم، هيسحقوا إن شاء الله رب العالمين، نلاقيهم في زبالة التاريخ، والتاريخ هيسجل أسمائهم وما حدش ناسي أسمائهم إن شاء الله رب العالمين. ندعو الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة اللي احنا بنتكلم فيها هذه، أن يعجل بخير من عنده وفرج من عنده ونصر من عنده لأهل رابعة نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وعوضهم بتضحياتهم خيرا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.